صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا، وأهلا بكم في فقرات صباح الخير يا مصر مرة أخرى. الحديث الآن عن الاقتصاد، وبالتحديد هو أهم الملفات على الساحة الآن، بغض النظر طبعا أن المسار السياسي يسير في مجاله، ولكن المسار الاقتصادي لابد أن يسير في مجاله، ونتحدث عن كل المبادرات الموجودة الآن لتنشيط الاقتصاد والنهوض به. من ضمن هذه المبادرات نتحدث عن مبادرة جديدة لتغيير القوانين الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، نتحدث أيضا عن الحد الأدنى والحد الأقصى إلى أين وصل، نتحدث ايضا عن الضريبه العقاريه واحتماليه وجود ضريبه للثروه. سنتحدث عن كل هذه التشريعات، ليس فقط لتصل او يصل هذا الحوار الى المسؤولين، ولكن ليستطيع المشاهد العادي ان يصل الى حلول او يفهم ماذا تقوم به الحكومه وماذا نريد من الحكومه وما هي القرارات الافضل للاقتصاد المصري. معنا في هذا الحوار وهذه الفقره دكتور خالد سعد زغلول، رئيس قسم التشريعات الماليه والضريبيه ووكيل كليه الحقوق جامعه السلام. اهلا بيك، صباح الخير يا محمود. بداية أنا هبدأ من فكرة الضريبة العقارية. يعني حضرتك أوحيت لي بفكرة وإحنا بنتحدث بره على فكرة الضريبة العقارية، وإنها في الأول وفي الآخر لسه غير دستورية حسب التعديلات أو زي ما بنقول التعديلات، ولكن الدستور لم يتم حتى الآن إنجازه، فبالتالي لا أستطيع أن أقول إنها غير دستورية. ولكن الرقم الأخير أو الجزء المعفى من الضريبة العقارية حسب التشريع الجديد، كيف تراه وكيف ترى القانون الجديد؟ هناك ثوابت دستورية لا تتغير من دستور إلى آخر، سواء دستور 71 دستور 2012 الدستور المزمع مناقشته إن شاء الله في شهر 12 القادم. هناك ثوابت دستورية لا يمكن أن تتغير. وفي الواقع بالنسبة للتعديلات الأخيرة للضريبة العقارية أو الضريبة على العقارات المبنية الصادر بها القانون رقم 196 لسنة 2008، هذا القانون مر عليه 5 سنوات من 2008 وادخل عليه اكثر من تعديل، ولكن كل هذه التعديلات لم تنقي هذا القانون من شوائب عدم الدستوريه. لو نظرنا الى بعض ملامح عدم الدستوريه في هذا القانون، يمكن القول ان تحديد قيمه الضريبه بطريقه متغيره ده يعتبر فيه شبهه عدم دستوريه، بمعنى ان القانون بيمنح الحكومه اعاده النظر كل 5 سنوات في القيمه او في وعاء الضريبه، في التقدير. نعم، في التقدير وفي تحديد وعاء الضريبه. اذا اصبحت الضريبه هنا متغيره وغير ثابته، وهذا يتعارض مع النصوص الدستوريه التي تنص على ان الضريبه تنشأ وتعدل وتلغى بقانون وليس قرار تنفيذي. ادي اول شبهه. الشبهه الثانيه فيما يتعلق بالنص الذي يقرر الغاء كل نص قانوني يخالف احكام هذا القانون. الغاء كل نص قانوني يخالف احكام هذا القانون. انا عندي نصوص قانونيه زي قانون المجتمعات العمرانيه الجديده بيمنح اعفاءات ضريبيه للمستثمرين في اماكن معينه. لما انا انص بقى على الغاء هذا القانون، يبقى انا كده مسيت مراكز قانونيه مستقره، وهذا ايضا فيه شبهه عدم الدستوريه. طيب شبهه عدم الدستوريه في الجزء ده بالتحديد. نعم، حضرتك بتقول انها في مراكز ماليه موجوده، وبالتالي انا كده باثر عليها وفي تعاقدات ما الى ذلك. خلينا نرجع لورا شويه لسنه 2008 لما حصلت الضريبه الموحده اللي تم اقرارها، اللي هي 20%، عشان يتم يعني بنزود بيها الحصيله، وده تم بالفعل في اول سنه في 2008. ليه ما يبقاش ده زي ده؟ بمعنى ان انا لا ساعتها لغيت كل الاعفاءات الضريبيه اللي موجوده سواء للشركات او حوائز استثماريه وما الى ذلك، وخفضت رقم الضريبه وزودت الحصيله. مش يمكن ده يتعامل بنفس المعامله بالمثل؟ لا، لما يكون انا عندي قانون هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي بيقرر اعفاءات للمستثمرين في المناطق الجديده عشان احفز المستثمرين على الاستثمار في هذه الاماكن، ثم اتي بقانون جديد يلغي كل هذه الاعفاءات التي تمتع بها مستثمرين اقاموا منشاتهم واقاموا استثماراتهم في ظل هذا القانون واكتسبوا مركز قانوني معين في ظل هذا القانون. اذا انا هنا بمس مركز قانوني اكتسبه مستثمر دخل واستثمر عندي في مصر في ظل قانون معين. طيب
بريطانيا دلوقتي بتعمل قانون هتدرسه انها تنزله، بيعمل ضريبه على المساكن بالتحديد في لندن بعد ارتفاع اسعارها والاقبال عليها، لانها شافوه انها بتزيد بنسبه 10% كل عام. وبالتالي هم بيقولوا دلوقتي رسوم البيع والشراء هيتحط عليها ضريبه، طبعا لسه ما حددوش رقم الضريبه نفسه، ولكن هي الفكره. وفي لندن وبنتحدث عن اقتصاد المفروض ان هو حر، لكن الحكومه شافت ان ده غير طبيعي ومؤثر على بعض الكيانات الاقتصاديه ومؤثر على الافراد، وبالتالي ارتفاع مساكن، وده بيؤثر على المواطن العادي في بريطانيا. احنا بنعمل نفس الكلام، مش غلط يعني. لا، هو مش ده قياس مع الفارق. عندما نتحدث عن الضريبه هي فريضه متجدده يجب ان تفرض على دخل متجدد وليس راس مال ثابت لا يدر دخل. انجلترا لم تستحدث هذا النظام، انجلترا مطبقه هذا النظام منذ بدايه القرن الماضي، وهي ضريبه تعرف باسم الضريبه على التداول. والضريبه على التداول هي تلك الضريبه التي تفرض على مقدار الزياده في قيمه العقار عند وقعه البيع. اذا الواقعه المنشئه للضريبه هنا هي وقعه البيع، وتفرض مره واحده فقط بمقدار او بسعر محدد على حسب ما يحدده. اذا يبقى هنا انا عندي قياس مع الفارق. اما انا عندي بالنسبه للضريبه على العقارات المبنيه، الحقيقه بتفرض على العقار ذاته الذي لا يدر دخل وهو السكن، وده ايضا هيبقى في شبهه عدم دستوريه. لماذا؟ ارجع بالذاكره في اواخر التسعينات من القرن الماضي صدرت ضريبه عرفت باسم الضريبه على الاراضي الفضاء غير المستغله، وبمجرد قيام الحكومه بتطبيق هذا القانون طعن عليه بعدم الدستوريه، وحكمت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون لمخالفته نص دستوري الذي يقرر ان الملكيه الخاصه مصونه والدوله تكفل حمايتها، وهذا نص ثابت في جميع الدساتير. وبالتالي ما حدث في الضريبه على العقارات او الاراضي الفضاء غير المستغله هيحدث مره ثانيه في الضريبه على العقارات المبنيه. طيب. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه. التعديلات اللي تمت مؤخرا واتعرضت على مجلس الوزراء، وافق عليها مجلس الوزراء، الحقيقه لا تحقق كمان ايضا مبدا المساواه اللي بينص عليه الدستور، ودي شبهه دستوريه اخرى. وايضا بتحدث نوع من الازدواج الضريبي، ودي شبهه عدم دستوريه ايضا. كل هذه النقاط التعديلات لم تتطرق اليها ولم تنظر الى مدى توافق هذا القانون مع احكام الدستور او ثوابت الدستوريه مهما تغير الدستور. دي بسميها ثوابت دستوريه، وبالتالي هذا القانون يعني حكم عليه بالفشل قبل تطبيقه. الامر الاخر، عندما ننظر الى الولايات المتحده الامريكيه وتفرض ضريبه عقاريه، الحقيقه كثيرون من المتخصصون لم يستطيعوا ان يفرقوا بين الضريبه والرسم. الضريبه فريضه تفرض بلا مقابل. الرسم او العوائد كما كنا نسميها سابقا او منذ فتره دي عباره عن فريضه بمقابل. الولايات المتحده الامريكيه بتفرض ضرائب، ولكن هذه الضرائب كيف يتم التصرف في حصيلتها؟ يستفيد منها قاطني المنطقه التي يقع فيها هذا العقار. لا، بس القانون هنا في الضريبه العقاريه بيحدد هذا الرقم للتطوير، والجزء الاخر مخصص منه جزء كبير تقريبا يقترب من 50% لتنميه المناطق العشوائيه. يعني هو محدد بالظبط هو رايح يخصص لمين. تمام. وشايف ان هو في اطار ان احنا بنتكلم احنا بعد ثوره وعندنا مشاكل اجتماعيه كتير، فبالتالي انا شايف يعني الفكره نفسها كفكره هي سليمه، لكن في التطبيق او الجزء القانوني يمكن فيها بعض الاختلالات، لكن هي الفكره سليمه. الفكره سليمه لو انا هفرض الضريبه على العقارات المبنيه غير المتعلقه بالسكن الخاص. يعني على سبيل المثال انا عندي 3-4 وحدات سكنيه، انا بسكن في وحده منهم، يبقى انا اعفي وحده سكنيه واحده يحددها المستفيد، يحددها الممول، وافرض الضريبه على باقي الوحدات السكنيه. التعديل الجديد قال لك ايه؟ قال لك انا هعفي الاسره، الزوج والزوجه والابناء القُصّر من الضريبه العقاريه اذا كانت مجموع عقاراتهم كلها ما تزيدش عن 2 مليون
جنيه والايجار نفسه لا يزيد عن 24,000 جنيه.